Zombie apocalypse. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ اليوم شرح شلون نسترجع ايميل او قرية مسروقة او مفقودة، ضايعة، تايهة، انباقت، اي شيء يعني. فالمهم يا شباب، نسوي حساب جديد في قرية جديدة، نربطها بايميل على اعتبار انه هذا الايميل، شوفوا هسه متصل بجوجل بلاي، على اعتبار انه هذا الايميل راح ترجع عليه قريتك المفقودة. انتبهوا وياي، على اعتبار هذا الايميل ترجع عليه قريتك المفقودة، يعني مستواها يكون ما يتجاوز تاون 4، لان اذا تجاوز تاون 4 راح تفشل. هاي القرية الجديدة مو القديمة. القديمة عادي 5 6 7 8 10 15، حتى لو اكو 15 هم ما يخالف ترجع. بس الجديدة، انا احكي عن الجديدة، مستواك ما يتجاوز تاون 4، يعني 2 أو 3 زين، حتى شنو ترجع عليه القرية القديمة على نفس الإيميل مال الجديدة. هذا شوفوها هسه أنا رابطها بحساب. نجي على هذا الضبط من داخل اللعبة، المساعدة والدعم، هذه أول خيار يسرى، المساعدة والدعم، ونجي نكتب هنا قرية مفقودة، تدوس عليها. بعدين فقدت قريتي، كيف يمكنني استعادتها بالفصحى على أساس، وهنا يطلع لك خيار نعم أو لا، تضغط لا وتتصل بهم، اتصل بنا، أو تضغط على الرسالة منا مباشرة على الرسالة، مو مشكلة. هسه شنو تكتب الرسالة؟ مرحبا، فقدت حسابي، الاسم مثلا قول اسمك، البطل المرعب، تاون 8، مستوى 73، الكلان دموع الورد مثلا. انت حسب معلوماتك راح يرجعون لك بهاي الخرابيط مالتهم. ايضا انت اضغط لا، شوف هذه الخيارات، اكو نعم واكو لا، اضغط لا، راح يقول لك بماذا ايضا يمكننا مساعدتك. تكتب نفس الرسالة اللي بالبداية، هذه مرحبا فقدت حسابي وهاي السوالف. هسه راح يرجعون لك ويطلبون منك معلومات. المعلومات شنو هي؟ يقول لك تأكدنا من حسابك مربوط بجوجل. انت شو تقولهم؟ حسب طريقة فقدانك للحساب. مثلا اذا انت مثلا ايميلك ضايع ما تدري بيه، تكتب لهم لا يمكن الوصول الى حسابي واتصلت بفريق دعم جوجل وماكو استجابة. يعني هيك فصحى تكتب لهم، ترى ما يفتهمون حكي عراقي سوري كويتي خليجي ما اعرف ايش، مو تروحون تكتبون له ازيك، ترى ما يقول لك كويس لو تموت. فالمهم حسب الطريقة، مثلا حسابك متهكر، اكتب له حسابي تم تهكير حسابي وهذه السوالف، يعني هيك. هنا يقول لك أهلا أيها الزعيم، أشكرك على مراسلتنا ويسعدني مقدمة أو تقديم الدعم لك. يطلب منك متى، شهر وعام، يعني يمتى سويت حسابك، الشهر والسنة والمدينة اللي سويت بها الحساب، التاريخ والوقت التقريبي لآخر جلسة، يعني يمتى آخر مرة أنت فتحتها، هم اكتب لهم. عدد القبائل التي كنت منضم إليها، يعني قبيلتين تقريبا، الحالية والقبلها لازم تكتبها. طراز وعدد الأجهزة المختلفة التي تلعب منها، يعني شنو يقصد؟ مثلا لعبت، فتحت قريتك أنت من كانت عندك قبل لا تهكر، فتحتها جالكسي 3، جالكسي نوت 3، جالكسي 5، جالكسي نوت 5، جالكسي اس او ايفون، تكتب لهم هو والطراز. هنا انا كتبت لهم المعلومات. راح اقطع الفيديو شويه لان كاتب معلومات، تقدر تاخذ القريه اذا تنسخ المعلومات. فهنا انا من كتبت المعلومات طلع بالمعلومات خطأ بسيط، اللي هو قالوا لي تأكد من الوقت الآخر جلسة وجميع الأجهزة اللي لعبت عليها. فايش كتبت لهم؟ آخر جلسة كانت منذ 4 أشهر، والأجهزة فقط جهاز جالكسي جراند 2. وهنا أنا مرحبا أيها الزعيم، وعادوا الحساب مثل ما تشوفون. هذا انطوني الرمز. هسه راح تشوفون شنو الرمز. جوا رجاء الانتباه، سيستبدل الرمز أي قرية على الجهاز الذي ستدخله عليه. يعني مثلا عندك قرية تاون 10 وانت هاي القرية رجعتها تاون 7، شلون هسه مسويت جديدة؟ راح تروح قريتك اللي هي تاون 10 وتستبدل بالقرية تاون 7، مثلا نقول هيك.
بنستخدم الرمز بالخطوات التالية. هسه تقولوا لي شلون راح نستخدم الرمز؟ هذا الرمز اللي انطاني شلون راح استخدمه؟ اللي هو V9H6C1X CYJDL. شلون نستخدمه؟ نجي على هذا الحساب اللي سويناه جديد، مثل ما قلت لكم اي معلومات ظهرت بالفيديو مهمة راح اشفرها. نجي على الضبط من داخل اللعبة، ربط الجهاز، هذا الجهاز الجديد، وهنا تكتب الرمز اللي اعطوك اياه من خلال الدعم. الرمز هو تستخدمه مرة واحدة V9H6C 1X CYJDL. هسه هاي القرية اللي مسوينها جديدة راح تنمسح، راح تصير بمكانها هاي القرية اللي رجعناها، ونضغط صح وندوس حفظ، وهذه يقول لك تم ربط لعبتك بنجاح، وتضغط موافق او حسنا او اوكي حسب اللغة اللي تستخدمها انت. فهنا انا رجعت هذه القرية. طبعا هذه القرية حساب ولد الصديقي، رجعته له وسويت عليه شرح حتى هم انتم تستفادون واحنا نستفاد. ادري ايش نستفاد احنا؟ ما ادري نستفاد شيء، كل شيء ما نستفاد. فلهنا يا شباب وصلنا ختام الفيديو. اذا عجبك الشرح لا تنسى لايك وسبسكرايب. كان معكم حيدر من قناة ريكو MK، تحياتي.